اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وينكم صديقاتي؟ إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة يا ربي. في الحقيقة فيديو مسجل لي أيامات ما تفضيتش باش نهبط لكم. كل مرة يجي فيديو بعده نهبطه، وهذا قاعد لي ماهوش منتج أما مصور، معناها جيت نعمل له المونتاج. كما تشوفوا نهيئ هكا من نهارات اللي يجي فيها الطقس بارد. عملنا حاجة جارية اللي هي محمصة، شكون ما يحبش المحمصة. وصادف اني خرجت وقتها عندي قضيات البرة. روحت قريب ل11:30. قلت ما نسلكها كان بحاجة جارية، حاجة هكا حارة في الطقس البارد. وفي نفس الوقت البنات باش نطيب معاكم اليوم المحمصة على طريقة أمي. طريقة زمنية، طريقة أمهاتنا ديما يستعملوا هكا كما تشوفوا البنات. قبل ما يمشي بي الفيديو براسك حين ما دخلت معناها من الباب ركبت ديريكت، سخنت الماء يسخن في المقفول. وباش نختم المحمصة على الماء السخون، معناها لا قليان لا قليت بصل لا قليت لحم لا حتى شيء. حضرت المكونات بحذايا كما تشوفوا. الخضرة محمصة بالخضرة، معناها فيها كل شيء. بصل، قطعة البصل هذه البنات الختوم الكل اللي عندي، الحبوب اللي عندك معناها حطي. كان هذه سنارية قطعتها جويدة. أما يلزم الماء يغلي، يكون ماء يغلي، متخليش معناها ماء قبل ما يغلي تحطي الحاجات اللي عندك. وتو باش نفوح كما قلت لكم البنات. بعد ما حطيت الحبوب عفوا، وحطيت الخضرة اللي عندك، حطي خضرة. فوحت ملح، تابل وكروية، كركم، فلفل أحمر، كل شيء على الماء. صدقوني البنات كان نفس البنة معناها هي وصحية. الأهم حاجة هي صحية، ما هيش كما الحاجة نقلوها في الزيت ولا ونبدأ نقلو في البصل والزيت كل شيء. وما خذتليش برشا وقت، جيست خلتها تغلي هكا لين طاب الحمص والعدس والحبوب الكل معناها كي طابولي. وقتها رميت المحمصة، شدتليش برسك نصيب ساعة. ديما كي نبدا هكا مزروبة ولا عنديش وقت للطياب نستعمل الطريقة هذه. سواء في الكسكسي، حتى الكسكسي تنجم البنات طيبوها كما كسكسي المناسبات. نشوف فيهم الطباخين الكل يغلوا الماء ويحطوا اللحم هكا يبدا مفوح وكل شيء. ويكم صديقاتي شاملين في التحضيرات؟ قصيت عليكم التحضيرات ورجعت بكم للطقس البارد. كما تسمعوا في الطقس عندنا برسك عجاج، ماهوش كما العجاج النهار الاول، هذا النهار الثاني السما لاباس. طقس معناها تعدل. بعد ما فوحت البنات باش نحط ماطم المعجونة حسب الكونتيتي اللي عندكم. برسك كل حد معناها يحب يطيب رطل ولا كيلو. وبعد كي كل شيء معناها غلي مع بعضه باش نحط اللحم، على خاطر اللحم لازمه يكون مفوح الماء ويكون فيه كل شيء معناه. كان عندكم رن، كان عندكم فلفل احمر يابس. الحاجة الجارية راهي تحب على برشا حاجاتك. نحبها معناها خاصة المحمصة، نحبها كي نحطها في الصحفة تكون معبية. نقولوا احنا مدبشة، ديما يقولوا دارنا مدبشة، محمصة مدبشة معبية بالختوم. الزيت عندي البنات متاع القديد مازال عندي، كان نقولكم القديد متاع العيد الضحية. كي كمل القديد بقى لي الزيت في الحكة نستعمل فيه في الجاري. فضلا ليس أمرا صديقاتي اللي وصل للمرحلة هذه من الفيديو ما ينسانيش في اللايك والكومنتير. إن شاء الله ربي يجزيكم كل خير وربي يعطيكم ما تتمنوا. وما ننسوش كعيبة الثوم والتابل والكروية. ديما أمي تقول ما غير مهراس الماكلة راهي ما فيهاش بنة.
كل شي اليوم استرجعت فيه ذكرياتي مع أمي، ربي إن شاء الله يعطيها الصحة والعافية. قشرت سنينات ثوم، وفي نفس الوقت البنات باش نفكركم ديما باش تنحوا العروق من داخل متاع الثوم، على خاطر ماهيش باهية صحيا كما قالت لنا أختنا فلاحة تونسية. وما ننساوش نخلو طريف في الآخر معنا نفوحوا بيه الماكلة، ونخليهم البنات لين يطيب الحبوب الكل نخليها على راحتها، نمشي نقضوا حاجتنا ونرجعوا نلقوا البلاستيك العدس والحمص الكل هيك طابوا، وقتها نرموا المحمصة اللي عندنا، وإلا المقرونة جارية كان تحبوا، وإلا أي حاجة. وينكم وين وصلتوا في التحضيرات؟ إن شاء الله ربي يعطينا الصحة، ربي يعطينا القوة إن شاء الله. أكيد مع العجاج البنات كل شيء رجع من الأول، الدنيا كلها تغبرت. إن شاء الله ربي يرحمنا وربي يعطينا الصحة، هي أهم حاجة. نرحب بالمشتركين جديد، إن شاء الله ربي يعطيهم ما تتمنوا. إن شاء الله نقولهم قناتي تعجبكم. عندي شوية كرافس البنات حطيت منها في الأول شوي، وباش نحط في الآخر شوي، وكان عندكم معدنوس في الآخر زادة، حاجة باهية على الآخر. أكثر حاجة المحمصة البنات نحبها كي تكون جارية معبية بتبشم كما قلت لكم، نسموها مدبشة، حمصة مدبشة. وهكا صديقاتي المحمصة متاعنا حضرت، إن شاء الله تعجبكم، إن شاء الله اليوم الوصفة عجبتكم، إن شاء الله تنال رضاكم، إن شاء الله ما نكونش طولت عليكم صديقاتي، فضلا ليس أمرا تشجيعاتكم. دزوا معايا شوية، راني ناقصة في الساعات، إن شاء الله نكملها معاكم. وتو نقولكم صديقاتي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسلامة.